سؤال لطيف. انا احب جدا اللي يسالني. كان المرحوم علي كاكا الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت رجليه، ده كان لعيب كبير، كان تملي يسلم ويقول لي اجرد لي. هي الكورة فين؟ حد لقى الكورة يا جدعان؟ لو لقيتوا الكورة كده ابعتها لهم كده، عشان هو بيدور على الكورة، بيقعدوا على الكورة من ساعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك لجمهور الزمالك وكل من ينتمي للمنظومة الزملكاوية. الفوز على الأهلي في بطولة الدوري الممتاز بنتيجة 2-1 أحرزهم الجزيري. ماتش كان عصيب، ماتش فيه اتحددت فيه حاجات كتير قوي. كان ماتش مصيري، كان اعتقد انه كان ممكن يبقى ماتش مصيري لخوزيه جوميز مدير فني نادي الزمالك. ماتش على اعصابه، على اعصابنا، على اعصاب اللعيبه، على اعصاب كل ما ينتمي لنادي الزمالك. الزمالك قدم مباراة في المجمل جيدة، ممكن تبقى فوق جيدة بشوية. جوميز اتعرض لاختبارات صعبة قبل وبعد وأثناء المباراة. انت بتبقى تخش بقايمة، اصلا انت القايمة بتاعتنا احنا مكملينها بالعافية، وانت في الماتش بيتصاب منك زيزو في اول الماتش زي نهائي الكاس كده. هو لاعب بيعرف يسحب الفرقة، لاعب بيعرف ينطلق في مساحات خلف الدفاعات أي خصم، لاعب عنده مميزات في العرضيات، في الكرات الثابتة. لاعب بيعتبر 60-70% من قوة هجوم الزمالك أحمد سيد زيزو، يعني أو 75%، تلات أرباع القوة الهجومية في زيزو. اتصاب منك هوب بين الشوطين، يتصاب منك الباك الشمال الأساسي والوحيد اللي موجود معاك في الفرقة يتصاب. شد خفيف في العضله الخلفيه، خافوا عليه عشان برضك انت لسه الدوري كبير وافريقيا وكده اهوت. يتصاب منك فانت بتضطر ان انت تغيره بين الشوطين. ده كان لعيب احمد فتوح اللي هو كان متنفس ليك برضك في ان انت لما بتيجي تعمل بيلد اب او تطلع بالكره بالهجمه. ده واحد من ضمن الناس اللي عندها حلول في ان انت بتعرف تطلع بالهجمه، وعنده حلول هجوميه، وشفنا عمل اساس ماتش الاتحاد. والشوط الاولاني في ماتش الاهلي كان هايل، كان بيطلع بالكوره تمام وزي الفل. هو بتصاب منك، فدي كلها اختبارات تعرض ليها خوزيه جوميز، وفي الاخر هو نجح فيها ان هو يطلع من الماتش كسبان في ظل الظروف اللي هو فيها ديت. خوزيه جوميز نجح في ان هو يطلع بالمباراة بالنتيجة اللي هو عايزها، اللي هو الفوز. قبل بقى نبدأ نخش نتكلم في التشكيل والخطة والشكل الهجومي والشكل الدفاعي لنادي الزمالك، يا ريت تعمل بس متابعة للقناة وتفعل الإشعارات عشان يجيلك كل ما هو جديد على القناة الخاصة بيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى نبتدي بقى ايه، نشوف التشكيل والخطة اللي بدأ بيها خوزيه جوميز. الزمالك بيبدأ المباراة بخطة 4-2-3-1. جوميز بيبدأ بثبات التشكيل. بيبدأ بعواد كحارس مرمى، قدامه اتنين سنتر باكات، حمزة المسلوسي وحسام مجيد. باك ليفت أحمد فتوح. باك رايت عمر جابر. قدامه مركز 6 نبيل عماد دونجا، مع مركز 8 عبد الله السعيد. قدامه مركز 10 أحمد حمدي. وينج رايت أحمد سيد زيزو اللي يعتبر ما كملش 10 دقايق ربع ساعة في المباراة، واتغير ونزل مكانه موتيابا بيقوم بنفس الدور وينج رايت. مع ناصر ماهر وينج ليفت، مع مهاجم صريح سيف الدين الجزيري اللي هو فضل يبدأ بيه بدل سامسون عشان سرعاته وانطلاقاته وبيعرف ينطلق في المساحات في ورا خط دفاع الأهلي اللي هو يعتبر نقطة عنده بطء شوية. فسيف الدين الجزيري بسرعاته وانطلاقاته يقدر يضربه، وعمل أكتر من مرة. والناحية التانية هتلاقي كولر بادئ بنفس الخطة وبنفس التشكيل أو نفس يعني طريقة اللعب اللي هي 4-2-3-1. إذا خوزيه جوميز مثبت التشكيل اللي بيلعب بيه في الدوري الممتاز. الخطة بتاعته 4-2-3-1. شفنا بدأ ازاي من ورا، مثبت خط الدفاع بتاعه بالاتنين اللي في نص الملعب، بالتلاتة اللي تحت المهاجم. التركية بس اللي هو غير سامسون
بالجزيري. التفكير الهجومي او الشق الهجومي اللي بيلعب بيه اللي اتعودنا عليه من خوزيه جوميز في الفتره الاخيره، اصلا هو متعود على البيلد اب والبناء الهجمه المنظمه. الشوط الاولاني لو اتكلمنا على اول 17 دقايق، الاهلي كولر عرف هو دماغ خوزيه جوميز هو قوه الزمالك في البيلد اب، في البناء الهجمه المنظمه من الخلف للامام وطلب الكوره لغايه ما يوصل كهجمه منظمه لمرحله الانهاء. بدأ يعمل ضغط عالي على دفاع نادي الزمالك، ان هم الناس اللي بتعرف تطلع بالكوره، وضغط عليهم من نص ملعبهم او من عند ال 18 بتاع 6 7 8 دقايق كده. هو الزمالك فعلا ما عرفش يطلع بالكوره في الفتره ديت. هنا بقى تتجلى خبرات عبد الله السعيد وناصر ماهر مع فتوح ودونجا اللي هو مستواه بيزيد بطريقه كويسه جدا. دونجا من اهم مفاتيح لعب نادي الزمالك، من اهم رقم 6 دلوقتي موجود في مصر. مع خط الدفاع كان حسام عبد المجيد كان ممتاز في الماتش ده، والمسلوس الناس دي بدأت بتلعب الكورة. اللي زعلان منه قوي في الماتش دوت هو احمد حمدي. احمد حمدي ما حسيتش بيه ولا حسيت بأي لمسة ليه، ما كانش موجود الماتش دوت. اذا الزمالك بدأ يعمل بعد 6 7 دقايق الخبرات بتاعت عبد الله سعيد وناصر ماهر مع فتوح وحسام عبد المجيد والمسلوس وزيزو قبل ما يطلع مصاب طبعا هو ايه الجزيرة ده هنتكلم معاه في هتكلم في قصة تانية يعني لما يجي وقتها. فهو البيلد اب بتاعه الاستحواذ، بدأ الاستحواذ بقى للزمالك وتناقل الكرات بطريقة سهلة يمين وشمال، وكور قصيرة وكور طويلة وتبادل مراكز ومرة أحمد حمدي بينزل عشان يستلم، ومرة ناصر ماهر ينزل عشان يستلم، ومرة أحمد سيد زيزو ينزل عشان يستلم. لما طلع زيزو موتيبا لما نزل برضك بقى من النوع اللي هو بقى ينزل يستلم. فبقى الكرة رايحة يمين شمال يمين شمال فوق ولحد نص الملعب ترجع تاني تبدأ. الزمالك بدأ يتنقل الكرة بطريقة سهلة. أكبر كولر ولاعيبة الأهلي إن هو يبدأ يرجع يتقهقر يلعب كدفاع متوسط من نص ملعبه، لأن لا الزمالك خلاص بقى بدأ القماشة تطلع المكة طلع قماش يعني زي ما بيقولوا. إن هو خلاص لعيب الزمالك بعد 7 8 دقايق كده خد بقى المبادرة وخد الجو، دخل جو المباراة وبدأ يلعب لعبه بقى الاستحواذ والتمرير كتير. هتلاقيه مثلا في الفيديوهات اللي انت هتبقوا شايفينها دلوقتي ديت تنقل الكرة يمين وشمال فوق وتحت. هتلاقي ايه الناس اللي هم مراكز سواء صانع اللعبة او الاثنين الوينجين بينزل واحد بينهم بينزل مع عبد الله السعيد في مركز 8 ان هو بيبدأ يطلع الكرة. زائد ان خبرة عبد الله السعيد ان هو يعرف يطلع الكرة، ان هو خوزيه جوميز هو مصمم على عبد الله السعيد ليه؟ لان هو الراجل عنده رؤية، بيعرف ينزل يستلم في مساحة من خط دفاع او من دونجا او من الباكين. عبد الله السعيد هو المتنفس اللي انا بعرف اسند عليه ان هو هيضرب لي خطوط اي خصم ويلعب كوره على الخط الهجومي لنادي الزمالك، سواء احمد حمدي سواء ناصر ماهر سواء زيزو. تمام. فالزمالك بدأ يشتغل الشغل بتاعه، بدأ يلعب اللعب بتاعه استحواذ وتمرير وي 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 زائد اللي هي طبعا الفكر اللي هو بيعمله جوميز. تملي اللعيبة الونجين بيخشوا في قلب الملعب ياخدوا الباكات بتاعت الفرقة اللي قصادك الخصم، ويفضي مساحات للباكات اللي بتاعتنا اللي تطلع تزيد في المساحات. تمام. ان هو بيخش في قلب الملعب كصناع العاب، سواء زيزو قبل ما يطلع سواء ناصر ماهر بيخش مع احمد حمدي في قلب الملعب، مع تبادل مراكز وتباديل وتوفيق بينهم وبين بعض ولا مركزيه اللي هو عاملها في الجزء الامامي اللي ورا المهاجمين. الزمالك اشتغل على الدنيا، احنا شفناها في ماتش الاتحاد وبتتكرر في ماتش الاهلي واتعمل منها كذا كوره. من احمد حمدي انطلق مره، ناصر ماهر انطلق، زيزو انطلق. جه بقى حط الجزيري في الماتش ده ليه بقى؟ هو سامسون متعودين عليه وكان دخل وتأقلم. سامسون من النوع اللي هو بيشارك في الهجمه وبينزل وبيستلم. فسامسون يعتبر زي المحطه بتاعتك اللي هو ايه نازل مع الفرقه بياخد ويدي وهات وخد واستلام وتسليم. سامسون بتاع اللعيب اللي هو بينزل هينزل يستلم. لا هو فضل الجزيري ان هو يقف مع قلبين الدفاع بتوع الاهلي ان هم بطاء. الجزيري عنده الستارت والسرعه ان هو يعرف ياخد الاثنين الدفاع. صدق ان هو ممكن يلعب ورا الباكين سواء علي معلول او محمد هاني اللي هم الطايرين.
تمام، او بيطلعوا بيشاركوا في الهجوم، فهو سايبين مساحات وراهم، فمخلي الجزيري ان هو يلعب يعني بين الباك الشمال علي معلول مثلا ومحمد عبد المنعم، او يلعب بين الباك اليمين محمد هاني ورامي ربيعه المساك بتاعه، او بينطلق بين الاثنين المساكين. هو حاطط الجزيري عشان انطلاقاته وبطء دفاع النادي الاهلي، سواء الباكات او الاثنين سنتر باكات. هو هتلاقي فيه كتير برضك، هتشوف هتلاقي ايه لعبه برضك ان هو متفق على ان هو ينقل ورامي كوره طويله ما بين الاثنين سنتر باكات، او بين السنتر باك والباك اللي طالع. هتلاقي الجزيري بيتحرك في المساحه الفاضيه على طول، وعملها اكتر من مره الجزيري. يعني لو هو بيستغل كل الكور اللي جات له ديت، اعتقد انه مش هيبقى فيه مهاجم يساويه في الدوري المصري. الجزيري بيتحرك في المساحات حلو، بس الفينش بتاعه قليل. هو جاب الجونين، بس حتى لو الجون الاولاني انا المفروض اخلصها من بدري، تمام، احطها من فوق مصطفى شوبير ان هي جات لك، جت خدمتك، جت في عبي رجلك وجات لك تاني، حطيتها. جات لك كذا كوره برضك ان انت مش عارف تتصرف فيها، بس الحمد لله ان ربنا كرمنا، انت جبت لنا جونين وكسبنا بيهم الماتش. من ضمن الكور ديت برضك هتلاقي ان الجزيري في اول لقطه راح مصطفى شوبير لحق الكوره لعبها، زيزو ضغط على رامي ربيعه قبل ما تروح له، قام واخد الكوره. بالمناسبه الكوره ما فيهاش حاجه، مش فاول لزيزو ولا حاجه، هو رامي ربيعه لحق الكوره من قدام زيزو. الله اعلم فكر زيزو اللي هو كان عايز يعمله ايه. الجون بتاع الاتحاد كان عايز يكرره تاني في مصطفى شوبير ويحطها من فوقيه. هو واقف لثانيه، هو فكر احطها من فوقيه، عارف ايه، هو هي جايه له لو قطم لبره، تمام، رامي ربيعه جه لبس فيه، كارت احمر وش، فاول وكارت احمر وش لرامي ربيعه. او لو لعبها للجزيري، ضرب مصطفى شوبير وطلعها بره الجون. الجزيري هو والشبكه بقى يتعامل بقى، هو الجزيري هو وضميره بقى، يعني يحطها ما يحطهاش، خلاص هو عمل عليه لزيزو. بس زيزو فكر كتير، هتلاقي في سيكة كده وقف يفكر فيها، اعملها ازاي، احطها واعمل بقى لقطة، ولا حتة التفكير ديت خدت رامي ربيعة، رغم ان هو بطيء روبوت رامي ربيعة، لا حصل زيزو. زيزو قام داخل شايط في رجل رامي ربيعة في شايط الارض، قامت في الاصابة القديمة بتاعته، قدر الله ما شافها، طلع مصاب، نزل متيابة او قد كده، بس الله اكبر عليه يعني. يعني اعتقد ان علي معلول ما شافش كوره من ساعه ما نزل موتيبا ده، تحس حط علي معلول ده في دماغه، ولا تعالى انت علي معلول اللي بيقولوا عليه بقى، لا تعالى ظبطه. علي معلول ده ما شافش منه حاجه. هجوم ودفاع موتيبا هي ناقص بس حته الخبرات. الراجل دوت اللي عاشر ايمانويل ومونيكي في التسعينات، اوائل التسعينات كده اهوت. في بدايات ايمانويل برضك كل الناس قالت ايه ده يا عم، ده ومين ايمانويل ومش عارف ايه، وكان ايمانويل مفيش، هوب واحده اتنين تلاته دخل في اجواء والزمالك والجماهيريه وي وي وي، كان نجم الشباك ايمانويل ده. ان شاء الله متيبه ده يبقى حاجه زي ايمانويل كده. هو الراجل عنده ثقه في نفسه، هو محتاج بس شويه خبرات، توجيهات، مدير فني، لعيبه في الملعب، ثقه اكتر. متيبه ده هيبقى حاجه محترمه ان شاء الله. خلص الشوط الاولاني بنهايه ان احنا جبنا جون في الشوط الاولاني. طلع كسبان 1-0. طبعا طبيعي 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 بين الشوطين لازم بقى خلاص الاهلي هينزل، عايز يعوض الجون، نزل ضاغط عليك ضاغط عليك ضاغط عليك. الزمالك برضه فضل في الموضوع اللي هو التمرير والاستحواذ، واحده واحده، تمام. الاهلي كان ضاغط وانت برضه بتحاول تطلع بالكوره بالاسلوب بتاعك. النقطة اللي كنت اتكلمت عليها قبل كده في ماتش الاتحاد، إن أنت عندك ناصر ماهر وأحمد حمدي بيجوا بعد 10 دقايق من الشوط التاني. طبعا هو الشغل التيكا تاكا أو نظام الاستحواذ والتمرير الكتير دوت محتاج لياقة بدنية عالية. فأنت محتاج شغل لياقة كتير قوي للرباعي بتوع نص الملعب، من أول دونجا لغاية عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدي، ويجي معاهم مثلا زيزو ومش عارف ايه. لازم ان يبقى لكم بدنيه عاليه عشان يستمروا على نفس الريتم بتاعهم. هوب بعد 10 دقايق تحس ان نص الملعب بتاع الزمالك ريح، تدخل جوميز، قام منزل مطلع عبد الله السعيد واحمد حمدي، منزل محمد شحاته، وكان معاه اسمه ايه ده، نيمار، سيد نيمار، تمام. انا كشخص كرؤيه فنيه، انا عبد الله السعيد ده راجل خبرته كان يعرف يتحكم في رتم المباراة، يعرف امتى يهدي اللعب
وانت يسرع اللعب ويعرف يمتص الضغط بتاع النادي الاهلي. انا كنت اتمنى ان ناصر ماهر واحمد حمدي هم اللي كانوا يطلعوا. حط محمد شحاته جنب دونجا 6 ثابتين. عبد الله سعيد هو رقم 10، اللي هو الراجل اللي اطلع عليه، اللي اعرف يعرف يتحكم لي في رتم المباراه ويعرف يوزع لي مجهود فرقتي. طلع عبد الله سعيد واحمد حمدي. ناصر ماهر الدروب اللي حصل له برضك باللياقه البدنيه، هوب الاهلي ضاغط 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 ضاغط. تمام. لغايه ما جه فينا الجون دوت. انا يعني بنسبه 70% محمد شحاته هايل ونزل برضك، عمل ظبط في نص الملعب شويه، بس قله خبرته في الجون ده. انا محمد مجدي قفشه هوش بعد محمد شحاته خرجه بره اللعبه. المفروض انا اولا ما اروحش ابيع نفسي. تاني حاجه انا اتبعت ورحت مع الكوره، هلف وارجع تاني اكمل في الدفاع بتاعي. النقطة اللي وصلت فيها الكورة لأحمد عبد القادر وجيب منها الجون، دي المكان اللي المفروض محمد شحاتة يبقى واقف فيها، إن هو يرجع ياخد الحتة ديت. فعشان كده محمد شحاتة يتحمل بنسبة 70% من الهدف دوت. زائد إن عواد الزاوية القريبة بتاعتك كرة سريعة، بس أنت حارس مرمى. أنا يعني أعتقد إن هي كانت سهلة بنوعا ما إن أنت تعرف تعملها. قدر الله مش عارف أدخل الجون التعادل. الزمالك في اخر الماتش بقى خلاص بقى، انت عم نازل سيف كفر مكان اسمه ناصر ماهر. اصبح ان انت خلاص بقى هتلعب على المرتدات. الزمالك بيلعب في نص ملعبه، ياخد الكوره، نظام الهجوم بتاعه اللي هو الهجمات المرتده. من احدى الهجمات المرتده ديت موتيبا لعب كوره للجزيري، على اللي هو برضك السرعات اللي بيلعب عليها الجزيري بين قلبين الدفاع وبين القلب والباك بتاعه، والجزيري عملها اكتر من مره، جه منها اوت. وقد كان الزناري برماية التماس. طبعا الزناري نزل بديل لفتوح اللي هو اتصاب بين الشوطين. لعب كباك يمين، عمر كبر كباك شمال. الاتنين هايلين دفاعيا، هايلين جدا دفاعيا، بس عن الدور الهجومي بتاعهم مش قد كده. بس مصطفى الزناري قام بالجانب اليمين ده، شال الجنب اليمين ده على كتافه، لعب رمي التماس من هنا، وهوب دبل كيك على دونجا، على نيمار، على دونجا تاني، ترجع للجزيري في وسط الدربكة وجاب القاضي، جاب الجون التاني في آخر دقايق في دقيقة 88. هوب الزمالك كله بقى رجع بقى بيحافظ على التقدم بتاعه، دفاع مستميت، ويقطع الكورة. وأول ما مرة أشوف الزمالك بيقطع الكورة بيعمل بيها هجمة مرتدة سريعة. مرة نيمار أو مرتين نيمار راح بدل ما يلعبها بالعرض للتلاتة اللي طالعين معايا، حطها في جسم مصطفى شوبير. تانية موتيابا خدها رايح راح 4-2، يمين يلعبها شمال يلعبها انفرادات. هو فكر في الشوط، طلعت منه ضربة مرمى. كرة سيد نيمار برضك عدى قام شاط من حدود 18، صودا ضعيفة راحت لمصطفى شوبير. إذا أنا عملت كان ممكن في آخر الماتش نخلص الماتش ب3 و4. أتمنى إن يتكلموا معاهم في النقط ديت، لأن دي نقط في منتهى الخطورة. أنت ماتش كان متكهرب 2-1، ممكن يخلص تعادل. لو انت محافظتش عليه انت ممكن كنت تخلص بقى ب3 و4 في الهجمات اللي الدكتور هتعملها دي. اذا الزمالك ادى الشكل الهجومي اللي هو متعود عليه، وفي الاخر الماتش اشتغل على الهجمات المرتده السريعه، نظرا لان انت طبعا كل الخبرات اللي عندك كانت طلعت بسبب التعب اللي حل عليهم. نيجي بقى الشكل الدفاعي بتاعنا عن الزمالك. خوزيه جوميز طبق في الماتش دوت كل اساليب الضغط. ضغط عالي بقى، بيضغط عالي عند منطقة جزاء النادي الأهلي على كل دفاعات النادي الأهلي، من أول الباكات، إن كان باك اليمين الباك الشمال، مع الاتنين سنتر باكات، مع الاتنين 6 أو 8. تمام. بيضغط طول الملعب، في أي مكان في الملعب بيضغط بواحد واثنين وثلاثة، عامل ضغط عالي. زائد إن هو أول ما تتقطع منه الكورة بيعمل ضغط عكسي، بيحاول يسترد الكورة تاني، واتعملت أكتر من مرة، أو بيطلعها أوت، أو بيمنع إن أنت الأهلي يعمل الهجمة مرتد عليك او يعمل هجوم مضاد عليك او ما بيقطع الكوره. زائد ان انت بادئ في اوقات من الاوقات برضك ان انت بدات دفاع متوسط من اول
نص الملعب من عند دايره السنتر كدهوت، يبدا بيقفل مساحات على النادي الاهلي، ان انا مش مديك اريحيه ان انت تعرف تطلع بالكوره بالاسلوب بتاعك. زي طبعا انت قافل على الاطراف اللي انت متعود عليها، الكرات الطوليه بيعملها كولر على طول على الوينجات اللي بتلعب ورا الباكات، ان هو بيلعب كوره طويله عليهم ياخدوها ويخشوا بيها منطقه جزاء اي غصب، انت حررتهم من ديت. في اوقات بقى من الاوقات انت برضك ايه، في اخر الماتش زي ما قلنا بدات تعمل دفاع منخفض من اول منطقه جزائك، قافل مساحات قدام منطقه جزائك على كل مفاتيح لعب النادي الاهلي، باستثناء الكره بتاعت محمد شحاته مع مجدي قفشه اللي جه منها جون التعادل. فانت في كل دوت انا ما شفتش اي خطوره تذكر ان انت محمد عواد طلع حاجه كبيره او فرص خطيره عواد شالها مثلا. فانت بدات تعمل دفاع منخفض، ان انت كمان بتقطع الكوره وبتطلع بتسلمها من رجل لرجل وبتعمل بيها هجمات مرتده. يبقى الزمالك عمل كل انواع الضغط، عالي وضغط متوسط وضغط منخفض، زائد ان انت هتلاقي تقارب الخطوط جدا بين لعيبه الزمالك من اول مثلا ما بيرجع يدافع سواء من قدام الهجوم لغايه خط الوسط لغايه الدفاع، هتلاقي المسافات قريبه جدا. فانت مضيق مساحات على لعيبه الاهلي، مش مديهم اريحيه ان هم يعرف يشتغل الشغل بتاعه، سواء كور عكسيه او كور يعرف يضرب بيها خطوط من قلب الملعب. طبعا الف مبروك طبعا الفوز. في المجمل الزمالك يستحق. التحكيم، الناس كانت بتقول الزمالك والتحكيم مش عارف ايه. اولا طبعا انا كره زيزو، انت الكره ما فيهاش حاجه. في كره ندفت، الكره الاولانيه الانذار كان ممكن الفار يرجع يقول له تعالى شوفها تستحق ولا ما تستحقش. الراجل دايس بالاسترزاد على الانكل رجل بتاعت ناصر ماهر، خد فيها انذار. بعدها على طول عمل فاول جريمه، كان ناصر ماهر معدي هجمه واحده، ساب الكره تكمل ما رجعش للانذار تاني. طبعا كان انذار تاني لندفت. محمد منعم ضرب من غير كوره للجزيري، ده كارت احمر. كوره رامي ربيعه مع الجزيري انا شايفها بنسبه 99% انها ضربه جزاء. يبقى ده التحكيم، انا ما كسبتش تحكيم الكور. انت بتتكلم على الجول التاني، لا انا دبل كيك بتاع الجزيري، واحد بيديني ظهره انا مالي، بيديني ظهره يا عم انت بتحسبها، انا مالي. واحد كش لو حط دماغه انا اقول لك انها كوره فاول، انما الراجل ده بيديني ظهره انا مالي. الكوره التانيه بين دونجا وعبد المنعم، انا اللي نطت فوق دونجا. الماتش خلص وكسبنا 2-1. في كام نقطه كده عايز اتكلم فيهم. اتكلم اول واحد على حسام مجيد. انت هتشوفوا فيديو دلوقتي اصلا لحسام مجيد، ما شاء الله. انا بقالي 3 4 ماتشات الراجل ده في تطور وطالع، الكيرف بتاعه طالع جدا. الراجل ده من اساسيات دلوقتي دفاع نادي الزمالك. الراجل ده بقى يقطع عالي، يقطع ارضي، زائد ان هو بيشارك في الهجمه، عنده التسليم والتسليم بقى هايل. بيلعب كور في العمق تضرب بيها خطوط للخط الوسط، بيضرب بيها بيطلع بيها صح، بيقطع ارض، بيشارك في الهجمات المنظمه بتاعتي. حسام مجيد من اهم اوراق نادي الزمالك دلوقتي. الراجل ده بدا يطلع معاه جوميز ومستواه بيعلى. احنا انتقدناه كتير بس الراجل ده ماشي كويس جدا الفتره دي. عمر جابر هايل دفاعيا، بيغطي هايل جدا. الحته الهجوميه هو معقول بس مش هتمنى ان هو ايه يزودها، بس في الدفاع الله اكبر عليه، الله اكبر عليه. مصطفى الزناري نزل برضك عمل شغل عليه في الناحيه الدفاعيه. متيابه انا اتكلمت عليه، الراجل ده مع الخبرات ومع الاستمرار مع الثقه مع الراجل ده هيبقى حاجه محترمه ان شاء الله. على الاقل حتى هتلاقي لو انت زيزو ما اتصاب كده هتلاقي ليه البديل بتاعك. تمام. عندك دونجا ده، دونجا رقم 6 دلوقتي، افضل رقم 6 في مصر حاليا دلوقتي. ده يعني بيقطع من نص الملعب، بيضغط، بيشارك في الهجمة المنظمة، بيخش 18 الفرقة، هو سبب بنسبة 90% من الهدف بتاع نادي الزمالك التاني. راح خد فكرة أو دماغ أسامة أبو علي، راح عدت من أسامة أبو علي. الجزيري بيلعبوا دبل كيك، راحت لدونجا بيحطها، شوبير صدها، نيمار بيرفعها، شارك مع محمد منعم، غلطوا محمد منعم قام مساند الكرة للجزيري، احلى اسيست في الدنيا، جاب جول. دونجا هايل هايل هايل. لو كمان اتطور اكتر من كده اعتقد هتبقى حاجة يعني فخمة جدا 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 يعني.
احمد حمدي وناصر ماهر، الشغل اللي احنا عايزينه منه في الملعب محتاج لياقه بدنيه كتير، محتاجين يشتغلوا على نفسهم في اللياقه البدنيه كتير. انا مش هينفع انا ابقى معتمد عليكم في الشغل اللي انا بشتغل بيه كراجل بستحوذ او بعمل تمريرات، ابص الاقي بعد 10 دقايق من الشوط التاني هوب انتوا الاثنين. يا اما بقى يعني اتمناها، يعني لو هو الفتره الجايه بعد كده ان انا احط محمد شحاته جنب دونجا مركز 6 واستغنى عن واحد من الاثنين، يبقى ده البديل بتاعه لما ينزل، لو هو الراجل يعرف يطلع مع يعني ناصر ماهر طلع ينزل احمد حمدي يقوم بالشغل بتاع ناصر ماهر، احمد حمدي طلع ينزل ناصر ماهر يعمل شغل بتاع احمد حمدي. انما الاثنين يقعوا مني مره واحده كده في الملعب وابدا افقد السيطره بتاعت نص الملعب والاستحواذ والتمرير، صعبه جدا. الف مبروك، والمكسب ده هيدي ثقه بعد كده ان شاء الله. تقولي بعد 21 سنه ان انا كسبت في الدور الاولاني، هفرح. هتقول لي مش عارف اصل انتوا بقالكوا كتير والفرحه مبالغ فيها، اصل من ايام ما مينا وحد القطرين وانتوا مش هفرح يا عم. اصل يا عم انتوا ايه اللي انتوا عاملينه دوت يا عم والله هفرح، والله هفرح وانبسط، والله العظيم يا عم انا قاعد لغايه ما اقابلكوا تاني هفضل افرح واقول لكم الجزيري ومش عارف ايه وايه 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 وايه. انا فرحان ومبسوط، حقي افرح، انت مالك يعني وانا حق ان انا افرح وهفرح وافرح يا جمهور الزمالك، والف مبروك المكسب على النادي الاهلي 2-1. شكرا.